أبرز الأخبار الرياضية في 90 ثانية، مرحبا بكم. انضم المنتخب الإماراتي إلى قائمة المنتخبات التي وصلت إلى الدوحة من أجل الالتحاق بركب المشاركين في كأس آسيا قطر 2023. بدورها وصلت بعثة المنتخب العماني إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للمشاركة في كأس آسيا قطر 2023. وفي أجواء مميزة وصل وفد المنتخب القطري إلى مقر إقامته بالدوحة استعدادا للانطلاق في حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي. توفي أسطورة كرة القدم الألمانية فرانس بيكنباور عن عمر ناهز 78 عاما. مدد نادي نيوكاسل الإنجليزي عقد مدافعه فابيان شار إلى صيف عام 2025. في الدوري الأمريكي لكرة السلة حسم الليكرز ديربي مدينة لوس أنجلوس بفوز صعب على جاره وغريمه كليبرز ب 106 نقاط ل 103. وفي مباراة أخرى أعاد جمال موراي حامل اللقب دنفر ناجتس إلى سكة الانتصارات بالفوز على ضيفه ديترويت بيستونز ب 131 نقطة مقابل 114. إلى بطولة أوكلاند المفتوحة للتنس، حيث ودع الفرنسي غايل مونفيس المنافسات من الدور الأول بسقوطه أمام المجري فابيان ماروجان بمجموعة الاثنتين. فاز البرازيلي لوكاس مورايس بالمرحلة الثالثة لرالي داكار في فئة السيارات، فيما تصدر السعودي يزيد الراجحي الترتيب العام. هذا أبرز ما لدينا من أخبار، في أمان الله.